بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الغالية إلى كل إنسان محترم موجود على منصات اليوتيوب. كلمتين للناس اللي بتفرح في أي مشكلة أي حد بيقع فيها، رجاء وفضلا وليس أمرا، ما تشمتوش في الموت، ولا شماتة في العيا، ولا شماتة في أي حد يقع في ضيقة. رجاء من كل إنسان محترم ادعوا لابننا علي الأول، ابننا علي ابن دولة الكويت بالشفاء العاجل، وبنتنا حور بنت دولة الإمارات بالشفاء العاجل، والجمهورية أحمد وأمل بأن ربنا يطلعوا من المشكلة دي على خير. ورجاء من كل القنوات اللي طالعة تهاجموا، بلاش، صدقوني الدور هيجي عليكم، وهتلاقوا برضو اللي هيعمل معاكم زي ما عملتوا معاه. رجاء من كل القنوات انها تقف معاه وتتكلم كلمة حلوة، وتفتكر العيش والملح اللي كلتوه في بيته. قنوات كتيرة دخلت بيت احمد وكلت عيش وملح، اوعى تنسوا العيش والملح، لان اللي بياكل عيش وملح ويخونه ملوش امان تاني. اقفوا جنبه بصندوق وربنا يطلعه من الورطة اللي هو ورط نفسه فيها. هو كان عايز يعمل حاجة يعني تخلي الناس تحب عمله، ان هو عنده افكار وعايز يعمل حاجة حلوة تبسطكم، لكن هو وقع في مشكلة ما كانش عارف ابعادها ايه، ولما وقع لقى كل السكاكين عليه. ليه؟ ليه بناكل في بعض؟ ليه؟ كل ده ليه؟ بناكل في بعض ليه؟ ده احنا مسلمين وموحدين بالله. يا ريت تراجعوا نفسكم، يا ريت كل القنوات تراجع نفسها، يا ريت تقفوا جنب واحد يوتيوبر، او بلاش يوتيوبر، بص لابوه، بص لامه، بص لبنته، بص لابنه، وبلاش اي حد يتصيد حاجه لاحمد كانت قديمه. الماضي مات، الماضي اتدفن، احنا في الجديد. بلاش تقفوا الواحد للواحد على الواحده، بلاش. انا بجد متضايق قسما بالله العظيم. انا لو معايا بطاقه اقسم بالله كنت رحت لاحمد، وقفت جنبه وساندته. احنا اولاد بلد، احنا اولاد دوله واحده، مصر ام الدنيا، مصر بلد الحضاره، مصر بلد الرجوله، بلد الاخلاق، مصر. اترككم في رعايه الله ومع الف سلامه، ولا تنسوا انكم تقولوا يا احمد ربنا يطلعك بالسلامه، وتدعوا لابننا علي وبنتنا حور بالشفاء العاجل، وتدعوا لكل مريض بالشفاء العاجل. واستودعكم الله، مع الف سلامه.